لما تسمع في الاخبار ان شركه حققت مليار جنيه ارباح، هل المبلغ دوت يهمك كمستثمر صغير؟ اجمالي ارباح الشركه مش هو اللي بيقول لك هتكسب قد ايه، الرقم اللي يهمك بجد هو ربحيه السهم الواحد، وده ببساطه بيتحسب لما بنقسم صافي ربح الشركه على عدد الاسهم اللي موجوده في السوق. الناتج ده هو نصيب السهم الواحد من ارباح الشركه كلها، والنصيب ده هو اللي انت فعليا بتاخده كمستثمر. وعلشان كده ممكن تلاقي شركه ارباحها زادت لكن في نفس الوقت طبعت اسهم كتير، فالنتيجه نصيب السهم يقل، وده طبعا مؤشر سلبي جدا. طيب خلينا ناخد مثال واقعي. تخيل معايا صينيه بيتزا كبيره لو اتقسمت على 4 افراد، كل واحد هياخد قطعه محترمه. اما لو نفس الصينيه اتقسمت على 20، كل واحد يا عيني هياخد فتفوته. انت كمستثمر يهمك تاخد قطعه كبيره ولا ترضى بالفتفوته؟ اسمع الخلاصه من اخوك درويش. ربحيه السهم الواحد هو المعيار اللي بيقول لك نصيب كل سهم من ارباح الشركه، ودي الشراره الاساسيه اللي بتحرك سعر السهم، وده اللي بيخليني اقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.